النهارده يا جماعه هنتكلم على الستور، زي ما بنقول كده الستور المنحوس. ستور تعبني جدا بس مليان مفاجآت ومليان تفاصيل، وهنتعلم في رحلته كتيره قوي. النهارده في اكشنات كبيره وقصص حزينه وفرحه في نفس الوقت. يلا بينا نبتدي. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود، ودي سلسله الريكاب تبع الستور المنحوس او المتعب. ودي خليني اقول لكم، انا قررت ان انا اعمل سلسله ان انا بوري فيها حكايه ستور لحد لما يجي صاحب نصيبه ويبقى بروفيتبل، والستور اللي انا بتكلم عليه ده معروض للبيع. فدي سلسله انا عاملها لاي حد عايز يبتدي في المجال، فبختصر عليه الوقت وبديله ستور جاهز 100%. اوكي، ابتدينا نشتغل وبعد كده ابتدينا نعمل هوبا $200 في اليوم. حلو قوي، $300 في اليوم. بنمشي ستيب باي ستيب. طب انا ليه هنا بمشي ستيب باي ستيب؟ عشان انا بعمل زي ورك شوب للموضوع. انا لو جيت قلت لك تعالى انا هعمل 10,000 20,000 اقدر، بس في سببين انا مش جاي ابيع لك. السبب الاولاني انه المبالغ الوان شوت طق الفريش ستور يخش يعمل الموضوع بقى صعب. مش صعب بس ما بقاش زي الاول. ده سبب ما كنتش ناوي اقوله في الفيديو. انا ما بقتش بلعب يا جماعه ان الموضوع سهل. انا على فكره انتوا عايشين معايا لحظه بلحظه. اللي حصل معايا ده هيحصل معاك، واتحدى اي حد انه مش هيحصل معاه اوسخ من كده. دايما كنت بقطع شورت كات. عشان كده في الاخر انا بتكلم ان انتوا عارفين ان انا مبطل الكوتشنج. انا باقي معايا طالب واحد بس. فعلا الدنيا صعبه عليه دايما، وهو يا ابن الحلال خد. انا خلاص انا مثبت، ويعني الفكره انه دلوقتي دخول بقى صعب. فتاني حاجه فلازم اطلع ستيب باي ستيب عشان الورك شوب، وعشان ان انا السبب التاني ان انا لما اجي اطلع واحده واحده ده ما بقى يعني ده هو المعتاد. زمان كنت انا اعمل ستور واعمل اعلان واقفل الستور واخلص واعمل كيس ستادي صباح الفل وامشي واخلص فلوسي وخلاص. دلوقتي ما بقتش كده. طولت عليكم. ايه اللي حصل بقى في الستور؟ مشينا على 300 وكنا ماشيين على سترايب. كنت واخد اني سترايب؟ كنت واخد سترايب بتاع ماليناس. المهم طلب فيريفيكيشنز قد كده واديتهم له. ستور شغال واستلمنا باي اوت. اول ما استلمت باي اوت الوايز هراني بتاع ماليناس برضه تمام. استلمنا والدنيا زي الفل. اول باي اوت، تاني باي اوت، طق، تالت باي اوت، سترايب قفل. عشان كده انا لما بكلم الناس ان انا عايز سترايب، عشان هنا بقى المعاناه. السترايب قفل. الفكره مش في كده، عادي بمكالمه تليفون هعمل شوبيفاي بيمنت. الفكره بقى في الباي اوت ديت. لو كنت عارف ان المشوار من الاول هيمشي تبع شوبيفاي بيمنت كنت عملت تيست. ايه احلى حاجه في التيست بيمنت يا جماعه؟ ان انت لما بتيجي تعمل تيست بيمنت اول باي اوت، يعني انا ده حسبت النهارده بالدولار هيقعد 10 ايام، بعد كده بيبقى 7 ايام، بعد كده بيبقى 5 ايام، بعد كده بيبقى 3 ايام. لكن احنا دلوقتي على الهوا مضطر ان انا ادعم البراند لمده 10 ايام ادز وفولفايلمنت. يا ليلتي السودا. عشان كده يا جماعه الموضوع بقى صعب من الاخر. طيب فابتدينا ان احنا نشتغل. هنقف؟ لا هنكمل. ده اللي بيفرق. يوم يطلع ويوم ينزل، يوم يطلع فيسبوك يبقى وحش، فيسبوك يبقى نظيف، مش عارف ايه. ادي اول بارت. ده الجزء اللي كويس. احنا ابتدينا نبقى كونسيستنت. 300 ل $500 في اليوم. بنصرف 150 يرجع لنا 500. نت بروفيت 20%. ده كادز كويس قوي. الكونفرجن ريت عندنا تحفه، 4% 3%. فهنا بقى بيديك انديكيتورز او مؤشرات ان انت ايه، عامل حاجه كويسه. فابتدينا ان احنا نشتغل لحد لما اهو احنا يعتبر داخلين في شهر. عاملين كام بقى يا جماعه؟ عاملين طيب واحنا ماشيين اكتشفنا بقى غلطات. اول حاجه ابتدينا ان احنا نكتشف ان البرودكت بيج بتاعتنا محتاجه تتحسن. تاني حاجه ابتدينا ان احنا نعمل ورك فلو تبع N8N انه لازم يحط ريفيوز. ابتدينا ان احنا كمان نشتغل. ثالث حاجه ان الفولفايلمنت بتاعنا كان بطيء. ليه؟ لان البرودكتس حجمها نوعا ما كبير،
فابتدينا ان احنا نشتغل على برايفت شانلز. يعني ايه بقى؟ يعني شانلز بتاعت ناس خاصه، يعني مش تبع شركات. طيب كل دي هل انا في البدايه كنت هعملها؟ لا طبعا، انا كانت معوجه مشيتها بعوجتها، وبعد كده هبتدي احسن. هنا اوبريت الاول، بعد كده اوبتمايز. نيجي النقطه اللي بعد كده، كان عندنا مشكله في الويب سايت which is معدل ان واحد يقعد على يخش على البتاع ده 4 ثواني. فانت لازم برودكت ايمج تايتل ينزل حته كمان. فالموضوع ابتدى ان انت اول ما ينزل يلاقي كل حاجه لها علاقه بالبرودكتس، واحسن حاجه ايكونز. ابتديت احمس نفسي وادرس الكومبيتيتورز، الاقي ان في ناس بتبتدي ان هي تشتغل على كرييتيفز اكتر مني بكتير. انا لحد دلوقتي عامل كامبين فيها 10 او 15 اد، يعني 15 كرييتيف لانشد. طب هل انا ممكن اعتمد على الاي اي؟ ممكن، بس مش دلوقتي. الاي اي يا جماعه بيفيد جدا مع الهاي بادجت ككرييتيفز، واللي يقول غير كده انا بقول من الواقع اللي انا بعيشه. هيقول لي يمين او شمال، ده الواقع اللي انا عشته. انت عشت واقع غير ده، وريني. غير كده لازم يبقى عندك فيدد اد اكونت لو هتشتغل كل الكرييتيفز بتاعتك بالاي اي. فلازم الفيسبوك. احنا لحد لحظتنا لحد اللي احنا فيه ده لسه البي اوت 10 ايام. نتعلم ايه يا جماعه؟ انه بجد دلوقتي هو كده كده الستور ده للبيع، تمام؟ واي رقم هتكلم عليه هو 20%. يعني انا بالنسبه لي ايفالويشن للستور ده، انا لحد دلوقتي كسبان 20% من 7 كي، يعني 2800 دولار. اضربه في 3. شفتوا بقى؟ هو ده بقى. غير كده 300 مليون كورس هتفضل زي ما انت. من الاخر انا بقى عشان اريح دماغي واقعد اهلي كده، لا خد يا باشا تك اشتغل. هشيل نفسي واحطك انت، وكل حاجه شغاله زي ما هي. نيجي النقطه اللي بعد كده، وهي اخر نقطه، وهي السوشيال ميديا. يا جماعه الاي اي بيحط حاجز بينك وما بين الزبون. رحت جيت، كل السوشيال ميديا كل ما كانت قويه كل ما كل الناس عندها وعي. فانت لازم تبقى مع الزبون. عشان كده لسه شايف فيديو على الفيسبوك. لا باي ذا واي احنا انستجرام بتاعنا اتقفل. بيرسونال وبزنس لا يعنيني. المهم الريتيل هيرجع تاني، اللي يخلي براندات عالميه زي جيم شارك تنزل وقالوا ينزل يفتح اوف لاين، لان عارف كويس قوي من كتر مصايب الاونلاين الناس هترجع تثق تاني في الريتيل اكتر. بغض النظر بقى هتقول لي زارا هيقفل مش عارف ايه، الزبون ما بقاش بيثق في الاونلاين. زي ما في عشرات الالاف كويسين، في يعني مئات مش كويسين، والمئات اللي مش كويسين بيسرقوا الناس. في شعوب عربيه فشخت اوروبا وفشخت امريكا. الناس زمان كنت انا ممكن اعمل اعلان محدش يسال، صريخ ابن يومين محدش يعرف عن اي حاجه يخش يشتري. دلوقتي بقى تراست بايلوت وجوجل ريفيوز وقصه. زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص. فدلوقتي الريتيل كمان هيرجع، الريتيل الاوفلاين شوبس هترجع. فبالتالي لازم بينك وبين التراست في الستور هو اكتر حاجه تبتدي تشتغل عليها. ما تبتديش ان انت تشتغل على اي اي، حاولش تداري، حاولش تكتر جرافيكس. دي اللي احنا هنتعلم منه في الحلقه دي. ان شاء الله التارجت اللي جاي هنبتدي نشتغل ان احنا نعمل من 1 ل 1.5 كي من الاسبوع الجاي. لو في اي حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي تحت، ولو اي حاجه عايزين اوريها لكم تكنيكال يلا بينا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.